مين اللي قال ان الميكرويف للتسخين بس؟ تعالي النهارده كده هشارك معاكي شوية افكار بسيطة كده من اللي انا بعملها في الميكرويف، وبصراحة بتسهل عليا الدنيا كتير. في البداية كده بقدر ان انا اعمل فيه البطاطس المسلوقة او ان انا احمرها او ان انا اهرسها. بجيب كده البطاطس وبقطعها ترانشات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولا سميكة ولا ان هي رفيعة، عشان برضو تتحمل معايا السوى. وببدأ كده ان انا احط عليها نص كوباية من المية، وبحطها كده في حلة تكون بتحمل الميكرويف، بشغل عليها كده 5 دقايق، وببدأ ان انا اختبرها. لو لقيتها استوت بطلعها، لسه محتاجة شوية ببدأ ان انا ازود لها كده دقيقتين بس. هي كده مع ال5 دقايق بقت زي الفل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقدر كده ان انا اقشرها وان انا احمرها بقى كده، سواء ان انا هعملها جنب كشري او ان انا ههرسها كده بهرسها. وكولي كده في 5 دقايق بالظبط احلى بطاطس مهروسة معمولة كده في الميكرويف. حلوة جدا بقى لو انتي عندك اطفال ومش عايزاهم يقفوا على البوتاجاز، بتعمليها وهم يعني بيقدروا ان هم يعملوها بكل سهولة. حلوة جدا وطعمها كمان لذيذ. تعالي برضو كده نعمل كده شوية من الفشار. عايزة اقولك برضو حلو جدا، وبيبقى الزيت بتاعه بيكون قليل للناس اللي بتعمل دايت. لو هي حابة كده ان هي تاكل فشار صحي بيبقى حلو جدا في الميكرويف. ببدأ ان انا احط كده شوية من الفشار، وببدأ ان انا احط عليه كده رشتين من الزيت 5 دقايق. وبعد ال5 دقايق بيبدأ ان هو يفشر كده، برجع اعمل له كمان 5 دقايق تانيين علشان يفشر. خلي بالك لو هتعملي فشار كده في حلة ما تخليش الفشار كتير، علشان كله يفرقع معاكي كده ويبقى حلو. عايزه اقولك بقى وكلي احلى فشار والله العظيم، من اول واحده لاخر واحده مقرمشه وطعمه زي الفل. هقلبه معاكم كده علشان تتاكدوا ان كل الفشار فشر ومفيش فيه كده حاجه ان هو ما فشرتش. بس عايزه اقول لكم ان الحله سخنه جدا. شايفين ما شاء الله كل الفشار فشر وكده في 10 دقايق بالظبط، بدون بقى زيت كتير ولا اي حاجة. الناس اللي بتعمل دايت بيبقى حلو جدا ليه. تاني حاجة كده ببدأ ان انا احمر فيه الشعرية، سواء لسان عصفور او اللي هي الشعر. تقدري كده ان انت تحمريها يعني كيس كيسين، وبعد ما بتبرد تماما تحطيها كده في البرطمان. بتبقى معاكي كده جاهزة على الاكل على طول. شايفين ما شاء الله، تقدري بقى ان انت كده تحطيها على الرز على طول. وتقدري ان انت الشعرية برضو لسان العصفور نفس الطريقة، ان انت تحمريها كده وتحطيها في الشوربة على طول. ده لو انت كده بتبقي مستعجلة، او للناس اللي مش بتحب الزيوت كتير في الاكل، يعني هي مثلا بتحب الرز بالشعرية بس مش عايزة ان هي تحمرها كده بزيت او بسمنة. ما شاء الله في خلال 5 دقايق برضو الشعرية معايا اتحمرت دي ودي. بقدر ان انا كده لو بالليل ومحتاجة ان انا اكل حاجة كده مسكرة او حاجة سريعة، بعمل فيكي كده كيكاية، وفي خلال 3 دقايق بالظبط بتكون الكيكاية جاهزة معايا وبالشكل التحفة ده. بقدر كمان ان انا اجفف فيه خضرة المحشي، سواء بقى شبت او نعناع. بجفف فيه كل حاجة، الشبت الكزبرة البقدونس، وبعمل الخضرة المجففة فيه. ولو كمان النعناع، وعايز اقول لكم بيطلع لونه اخضر وتحفة جدا، حلو قوي. شايفين وناشف وما شاء الله حلو جدا. ببدأ برضو لو انتي مثلا مزنوقة والقهوة بتاعتك محتاجة قهوة والأنبوبة شطبت، بعمل برضو فيه القهوة، أو أسخن فيه الشاي بلبن، أعمل فيه شاي بلبن، بعمل فيه النسكافيه. كل حاجة بتقدري تعمليها في الميكرويف. أحلى كوباية قهوة ما شاء الله حلوة جدا. بس القهوة بتخلي بالك منها علشان ما تفرش منك في الميكرويف. دي كده كانت شوية افكار كده من اللي انا بعملها في الميكرويف، شاركتها معاكم. لو انتوا عايزين باقي الافكار اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا ان شاء الله اعملها لكم. البطاطس المهروسة طبعا كلناها ما استنناش، والفشار. دي كده شوية الحاجات اللي